عارفين؟ العذراء خلت حديد مدينة كاملة يسيح عشان تنقذ متياس. زمان ولما كانت أمنا العذراء لسه على الأرض، أيامها كان متياس الرسول بيبشر في الهند، وكان في منطقة كل الناس اللي فيها بيعبدوا الأوثان. ولما الجنود شافوه اتغاظوا منه جدا وقبضوا عليه هو وكل اللي أمنوا ورموهم في السجن. ولما وصل الخبر لأمنا العذراء إن متياس وقع في مشكلة، زعلت جدا، بس ما كانتش عارفة متياس فين ولا البلد اللي موجود فيها. فقامت أمنا العذراء عشان تصلي وقالت: يا يسوع، أنا مش عارفة متياس فين ولا عارفة أخلصه إزاي، بس هو كان بيبشر باسمك وقبضوا عليه. اتصرف أنت وفك كربه. وفجأة ظهر لها السيد المسيح بكل مجده وقال لها: متياس موجود في الهند ومحبوس هناك. طب هنعمل إيه ونخلصه إزاي؟ انتي اللي هتخلصيه. وفوراً جت سحابة وركبت عليها أمنا العذراء وطارت بيها على الهند. ولما نزلت أمنا العذراء قابلت واحدة كانت عمالة تعيط وسألتها العذراء: مالك بتعيطي ليه؟ أصل متياس اللي كنت متعشمة يشفي ابني اتقبض عليه. وفين ابنك ده؟ أهو قاعد هناك. وفوراً مدت العذراء إيديها على الولد، فقام الولد على طول. وفرحت الست جداً وسألتها أمنا العذراء: ما تعرفيش مكان السجن فين؟ وردت عليها الست وقالت لها: أهو هناك. ولما وصلت أمنا العذراء السجن، لقت إن السجن ضخم جداً وعالي خالص، والجنود اللي بيحرسوه كتير قوي ومسلحين. ووقفت العذراء وقالت: يا رب هعمل إيه؟ وساعتها كل الحديد اللي في المدينة ساح وبقي زي المية، والجنود اترعبوا من الخوف. ومتياس خرج جري على العذراء زي الطفل اللي شاف أمه. وفي الوقت ده عرف الملك بكل اللي حصل، وأمر الجنود إنهم يقبضوا على العذراء ومتياس وكل اللي هربوا ويموتوهم. لكن الجنود قالوا للملك: البلد كلها ما فيهاش ولا حتة حديد سليمة، كلها ساخت زي المية. الست دي دوبت كل الحديد اللي في المدينة. وبص الملك للعذراء وقال لها: أنا عندي ابن عليه روح شريرة ومحدش قدر يخرجها. فقالت العذراء: هاتوه أشوفه. وفعلا جابوا لها الولد اللي أول ما شاف العذراء صرخ الشيطان اللي جوه وقال: ابعدي عني، ابعدي عني، انتي أم الله. وطلع من الولد. وهنا وقف الملك وقال: انتي مين يا ست انتي؟ فردت عليه أمنا العذراء وقالت: أنا أم المسيح. وقال الملك: ممكن أطلب منك طلب؟ الحديد اللي في المدينة يرجع زي ما كان عشان احنا محتاجينه. قالت له: خلاص الحديد يرجع زي ما كان. وفي الحال كل حاجة رجعت زي الأول، ووقتها المدينة كلها آمنت بالمسيح.